لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد. لائحة الركراكي لوديتي البرازيل والبيرو تشهد مفاجآت. سيكشف وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الأسبوع المقبل لائحة الأسود التي سيدخل بها التربص الإعدادي، وكذا المباراتين الوديتين اللتين سيواجه خلالهما كلا من البرازيل والبيرو. وستشهد لائحة الأسود المرتقبة وفق مصادر مطلعة مفاجآت مرتقبة، إذ ستتم المناداة على لاعبين جدد سيلعبون لأول مرة بقميص المنتخب المغربي. وحفز المستوى الرائع الذي ظهر به أسود الأطلس خلال مونديال قطر 2022 عددا من اللاعبين ذوي الجنسيات المزدوجة، وفق المصادر ذاتها على اتخاذ قرار للعب للمنتخب المغربي. هكذا سيستدعي وليد الركراكي أسماء جديدة يتقدمها عبد الله الريحاني مهاجم أتلتيكو مدريد للشباب الذي قدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة. كما تعرف اللائحة الموسعة تواجد 3 مدافعين جدد تبقى حظوظهم قائمة لضمان مكان لهم ضمن اللائحة النهائية، خاصة المدافع إسماعيل قندوس لاعب نادي سان جيلواز البلجيكي الذي سبق أن تواجد ضمن اللائحة الأولية في مناسبات عدة. وحسب مصادر إعلامية فإن عبد الكبير عبقار مدافع نادي ألافيز الإسباني، والمهدي بوكامير لاعب نادي شارلوروا البلجيكي الذي يشغل مركز مدافع أوسط يعتبران كذلك من أهم الأسماء التي اقتنع بها وليد الركراكي خلال الفترة الأخيرة، وحظوظهما وافرة للتواجد مع أسود الأطلس. ويرتقب وفق المصادر نفسها أن تشهد اللائحة التي سيعلنها الركراكي الاثنين المقبل في ندوة صحفية ستعقد في مركب محمد السادس مفاجآت أخرى في العديد من مراكز اللعب.